مساء الفل او صباح الفل، حسب بقى ما انتوا بتشوفوا الفيديو ده امتى والساعه كام. المهم اخواتي، سالت الناس على الانستجرام في حاله الانستجرام سؤال كده، قلت اقلب عليهم وواجعهم على راي الفنان القدير اللي انا مش فاكره اسمه، كان بيقول ما تقلبش المواجع، ده الجرح لسه واجع والقلب اللي انت بعته رايح ومش راجع. فقمت سالتهم زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، كم مره اتوجعت وعملت ايه لما اتوجعت، وايه الوجع اللي انت وجعته. طبعا هي الاجابات كانت كتير جدا والاوجاع ما شاء الله كتير، بس كان في وجع وسؤال استوقفني. يعني انا برغم ان انا رديت عليهم كلهم في حاله الانستجرام، بس انا قررت ان انا هرد عليهم كلهم برضو معاكم عشان تستفيدوا ونستفيد كلنا من بعض، وعشان الرساله توصل اكتر. بس الوجع البنت اللي وصل لي في الرساله استوقفني، قلت لها لا تعالي لي كده، استني انا هعمل فيديو وارد عليكي على سؤالك وعلى الوجع اللي انتي قلتي عليه، وبالمره بقى هرد عليهم كلهم، واي حد هيتكلم في اي تعليق هرد عليه بعد كده. يلا بينا. حبيبه قلبي بتقول ايه بقى زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي وبتسمعوا معايا. هي بتقول اتوجعت لما الناس بدات تتنمر عليا بسبب تخني، ومش عارفه اعمل ايه ولا ابدا ازاي، محبطه وكارهه نفسي بسبب وزني. قبل ما ابدا معاكي اي كلام، بسم الله الرحمن الرحيم كده. بص اختي، شايفه الصوره دي اهي، شايفه القلبوزه الجميله دي؟ كانت جميله برضو، خلي بالك يعني احنا يعني متربيين على العز واكل الوز زي ما بيقولوا. واخده بالك اختي عامله ازاي؟ شايفه الصوره دي كمان؟ ايوه، اسم الله عليكي، هي دي. طب تعالى بقى نختم بالصوره الثالثه عشان ما نبقاش حارمين حد من حاجه. شايفه اختي عامله ازاي؟ ايوه، شفتي القلبوزه دي يا اختي يا اختي؟ القلبوزه دي التخنونه دي، ها، اللي ممكن تقولي عليها ام السيد كده ومخلفه 6 عيال وهي اصلا ما اتجوزتش ولا سبق لها الزواج، والسنجله جنتله، رفع شعار السنجله جنتله. اي القلبوزه التختوخه دي تبقى انا. انا انا لما كنت مقلبزه ومتختخه كده، لسه متختخه بس شويه، يعني لسه في تخنونه ولسه مقلبوزه شويه يعني، بس على صغنطه كده، يعني صغرت شويه. واخده بالك اختي؟ صغرني. ليه بقى؟ انا هقول لك ليه، بس قبل ما اقول لك بقى ليه، انت شفتي الصوره عامله ازاي؟ انا ما اعرفش انت عامله ازاي، ما اعرفش انت تخنونه ازاي، بس هو انت تخنونه نفس الصوره دي، او تخنونه مثلا اكتر، او حبه صغنطتين عنها شويه منكمشه شويتين، انا مش عارفه، بس ايا كان هكلمك. بس يعني حبيت اوريكي بس مثال، وانا يعني اكبر مثال للامر يعني في التختوخه والتخننه وكل حاجه، عشان لما اكلمك تبقي عارفه ان انا شاعره بيكي جدا جدا جدا، وعارفه اللي انت بتتكلمي فيه. بس اول حاجه اختي، الناس اللي بتتنمر دي بعيد عنك ناس عره او النعمه، اصل لك من الاخر، والله ناس عره منتنه. ما هم بص مش هينفع اقول حاجه تانية. هو اللي بيتنمر على خلقة ربنا مثلا، في ناس بتتنمر على المراخير. تخيل اختي، والله شهدك، انا قلت في فيديو قبل كده بس هقول لك تاني يمكن ما شفتيش. تخيلي في واحده قبل كده مش عارفه هي شافت مراخيري منين، تقولي كل دي مراخير، وطلعت رديت عليها تقول مراخير كبيره، مش عارفه هي شافتها فين، بس ماشي. فتخيلي ان بقى لما تشوف في حد بيتنمر على المراخير، على الشفايف، على الخدود، على الوش، على اي حاجه في الجسم، على الشكل، على المظهر، على خلقه ربنا خلقها، مش هيتنمروا على التخن. يقول لك بس التخن دي مش خلقه ربنا، احنا بنعمل فينا كده. لا وحياتك، في ناس ما بتعملش في نفسها كده، في ناس بتعمل في نفسها كده. بس وانت مالك يا اختي؟ انت مالك انت، ولا انت مالك؟ هي بتعمل في نفسها، هي بتاكل من ثلاجه بيتكو، بتاكل من ثلاجه بيتكو. نفهم احنا بس نستوعب كده البنيه. عايزه افهم، هي بتاكل من ثلاجه بيتكو؟ مش فاهم. وبعدين يا بني ادم، في ناس عندهم مرض وراثي، في ناس عندهم مثلا مقاومة انسولين حضرتك، فده بيسبب، في ناس بتاخد مثلا حاجات كورتيزون، فانت ايش عرفك وايش عرفك حضرتك ان التخن ده طبيعي ولا عادي، ولا مش ممكن يكون انك يا ربي يجيلك انت او ليه دعريكوا بايه متنمرين عرر. فبصي يا حبيبه قلبي، انا مش عايزه تزعلي خالص عشان دول ناس عره. كل ما تلاقي حد بيتنمر عليكي تعرفي ان هم عره، عالم ملتنا، الملتنين ما بنسمعهمش ولا بنيجي جنبهم، واخده بالك؟ دي حاجه. طيب
دلوقتي انا تخنونه وتخنونه ومقلبوزه. اولا احنا لما بنيجي نخس مش عشان فلان بيقول لنا ولا عشان عريس يتقدم لنا، مع انه ما تقدم عادي، عادي جدا، كل واحد يشوف نفسه ويشوف شكله. بيكرشوا بعد الجواز صدقين، بتلاقي اختي بعد الجواز بيكرش، تلاقيه شبه الباندا، يقول لك انت خسي وهو يقعد يلغ ويبقى عايز المحشي والورق عنب والمش عارف ايه. اول نعمه والنعمه ما تفتكريش هتاخدي شاروخان يعني، ولا تاخدي ها. فلازم تبقي برضه ايه مستوعبه، احنا لما بنخس وبنحلو عشان نلبس، عشان نفسنا كده، عشان نبقى موزز كده لنفسنا. اول حاجه هم فاكرين ان احنا بنخس وبنلبس وبنحلو عشانهم. ده العقل ايه، العقل اللاواعي اللي بيهيئ حاجات مش لطيفه ومش صح. المهم، فاحنا لما بنخس عشان نفسنا، عشان نبقى موزز وحلوين ايه، عشان نبقى ظاهرين قدام كده لنفسنا كده حلوين وجمال. تاني حاجه بنخس عشان صحتنا، ما يجيلناش امراض ونتعب. وده كمان بيأثر طبعا بعد كده على الحمل لما نيجي نتجوز، سواء اتجوزنا او ما اتجوزناش. بيحصل حاجات في المبايض، بيحصل حاجات عندنا كبنات، بيبقى في صعوبة في التنفس، بيبقى في صعوبة في الحمل، وربنا كرمنا ان شاء الله واتجوزنا وبقى عندنا نجيب بيبي، فكل ده بيأثر. فاحنا لازم تحطي في دماغك قلبي، انا لما اجي اخس انا بخس عشان نفسي، انا بخس علشان ابقى حلوة لنفسي، انا بخس عشان لما البس واشوف نفسي كده قمر، زي ما انت هتشوفي كده الصورة دي دلوقتي معايا وبعض الصور، علشان ابقى قمر لنفسي. ومش بخس عشان راجل يجيلي عريس، ولا عشان طنط عدلات تقول لي يا اختي مش هتتجوزي كده، ولا عشان فلانه ولا فلان بيقول لي يا طنط وانا لسه صغيره وما اتجوزتش، ولا. شفتي بقى البت القمر دي؟ هو انا انجاز واعجاز. وعايزه اقول لك انا لسه بكمل. فانا خسيت، والاراده دي جات لي منين؟ وخسيت دايت مع الرياضه والجيم والاستمراريه والمواظبه، وبقت حياتي كلها دايت ورياضه ورياضه ودايت، دايت ورياضه. وعكيت وبعك ساعات كتير عشان بس ايه نجيب من الاخر، ولكن انا مستمره، ولكن في اعجاز وانجاز اهو. الاعمى يقول لا مفيش، ده الاعمى بقى او الناس اللي هي العره هم اللي بيقولوا كده مفيش، بقى يقعدوا يتكلموا بطريقه ما مفيش انجاز. المهم، طول ما انت عايشه في امل في الحياه. لما تخسي وتتغيري في اي حاجه بتتغيري عشان نفسك، عشان زي ما قلنا 1 و2. مش بتتغيري ابدا، واوعي تتغيري علشان مثلا واحد سابك يكشي يولع ب60 جاز، يبقى هو اصلا سبب اكتر. ده حصل يبقى هو سبب قوي جدا ان يخليكي تعندي عشان تخسي وتبقي احلى واجمل وتتغيري لنفسك اكتر، ويندم عليكي في يوم من الايام ان هو سابك. لان اللي بيحبك لنفسك، مش بيحبك اولا لجسمك ولا لشكلك. والمفروض اللي بيحبك او عايز يكمل معاكي بيدعمك، سبورت ليكي في حياتك. خديها كده، سواء اهل، سواء اصحاب، سواء حبايب، سواء واحد يقولك انا بحبك. اللي ما يدعمكيش ولا يشجعك في حياتك في داهيه، نرميه. انت لما بترمي حاجه في الارض بتاخديها؟ لا. الحاجه التانية، انا لما بخس زي ما قلت بخس عشان نفسي، والتانية والاولى والاخيره وكل حاجه. لما بخس عشان انا ميجيليش امراض، وبحافظ على صحتي ونفسي. ولازم يبقى عندي اراده وصبر وعزيمه، واعرف الموضوع هياخد وقت، وما كلكعش الدنيا فوق دماغي وانا بخس. اللي اقدر عليه في الاكل اكله، واللي اقدر عليه انقصه واحارب واجاهد. هيبقى الموضوع في الاول صعب، لكن صدقيني والله بعد كده هتبقي فخوره بنفسك وبانجازك، زي ما انا فخوره دلوقتي زي ما وريتك بانجازي وبنفسي، ولسه بكمل. انت معتقده ان مفيش حد اتنمر عليا انا شخصيا من العرر دول؟ لا، اتنمروا كتير، سواء انا تخنونه حتى بعد ما خسيت كده، حتى بعد ما خسيت لا، في عرر كتير بيتنمروا. تخيلي بقى. ولا أبالي ولا أسمع ولا أرى ولا أتكلم، ولا كأنهم موجودين في الحياة أصلا. شوية عرر تعملوا لهم أهمية دي؟ خلصت. بالعكس، يبقى في تحدي وفي قوة. أنا مش عايزاكي تزعلي، وعايزاكي من النهاردة تبدأي. ولو محتاجة أي حاجة ابعتيلي على طول وكلميني، وانا ان شاء الله يعني على قد ما بقدر ما بتاخرش على حد. وانتي قمر زي ما انتي، وهتبقي قمرين اكتر لما تخسي. بس حطي في دماغك زي ما قلنا، انا بخس عشان خاطر نفسي مش عشان خاطر حد. اسمعي الفيديو ده تاني من اول وجديد معاكي، واسمعي الكلام ده. ولو سمحتي يا قمر يا عسل ما تزعليش، وابدأي من النهارده واحده واحده الرياضه
مع الاستمراريه اهم حاجه، والصبر والعزيمه والاراده، وتسمعي حاجات تديكي سبورت وحاجات تدعمك وشجعي من نفسك. ومش مهم نلاقي حد يشجعنا، احنا مش مستنيين والله اللي يجي لنا حد يشجعنا خير، اللي مش معانا حد يشجعنا عنه ما شجعنا، احنا نشجع نفسنا. انا واحده من الناس ما كانش حد بيشجعني، انا اللي شجعت نفسي بنفسي، وانا اللي بدات لغايه لما الرياضه بقت اسلوب حياه وبقيت بدرسها كمان. فابدأي من النهارده، سيبك من اي كلام بيقولوه العرر.